والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهقول لكم على الطريقه، شايفين لونها بجد جامده جدا ومالي السوق. وعايزه اقول لكم الفرط مفيش ارخص منه. لو انت مستغليه يعني يلا بينا بقى نشوف الطريقه، طريقه جامده من الاخر. طبعا لو انت حيرانه في الفطار ومش عارفه تفطري ايه او تتعشي ايه، طبعا المربى دي من الحاجات الجامده قوي. انا هنا معايا 3 كيلو من العنب الاحمر، ما تجيبيش العنب الاسود ولا اي عنب، العنب الاحمر. هنا كان في كام عنبايه سودا عندي في التلاجة، قبل ما يبوظوا رحت حطاهم عليه. لكن اصل المربى دي انا عاملاها جايبه 3 كيلو من العنب الاحمر. تمام. هنزل بقى، طبعا انا غاسله العنب مفرطاه وغاسلاه كويس جدا ومصفياه. طبعا انا هحط بايدي مش هحط بالطبق، لان ممكن الطبق يكون فيه بواقي ميه، انا مش عايزه فيه ميه لان هي هتنزل ميه كافيه. عايزه اقول لكم دي العيش طعمها زي مربى الفراوله، ولادك هيحبوها جدا. وحاجات من حاجات التوفير. روحي شوفي هتشتري دلوقتي برطمان المربى بكام، وبيحطوا فيه جيلاتين وبيحطوا فيه مواد حافظه.